لو حضرتك فاتح النسخة المدمجة بنفس رقمك المحظور بدون ربط الجهاز، النسخة دي اللي احنا فاتحينها من سنة فاتت تقريبا. تمام، فجايب لك تحديث واتساب ار سي شبيه الايفون بناء على طلب احد الاعضاء او طلب الاعضاء بشكل عام. كتير جدا كلموني بقالهم فترة عايزين تحديث لواتساب ار سي شبيه الايفون للنسخة المدمجة بدون ربط الجهاز بنفس رقمهم المحظور، النسخة اللي هم فاتحينها من حوالي سنة فاتت. تمام، فانا جايب لك النهارده واتساب ار سي زي ما انتوا طلبتوا بالشكل ده. تمام، كل اللي انا عايزه منكم هتمسك الموبايل بتاعك وتدخل على المتجر بلاي وتبحث عن تطبيق زي ارشيف بالشكل ده كده، وتثبت تطبيق زي ارشيف عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام، بعد كده تدخل على قناة التليجرام، رابط قناة التليجرام هتلاقيه في وصف الفيديو. تمام، النسخة بتاعت ار سي ديت بدون ربط بنفس رقمك المحظور للناس اللي هي فاتحه النسخه من سنه فاتت. يعني حضرتك ما تجيش دلوقتي تقول لي انا ثبت النسخه عندي وحطيت الرقم بتاعي وما اشتغلش. بالفعل لو انت جديد وهتثبت النسخه ديت هتقول لك تثبيت مش تحديث وتتثبت معاك وتحط رقمك المحظور. تمام، النسخه مش هتشتغل معاك. تمام، ده تحديث للناس اللي فاتحه النسخه المدمجه بدون ربط بنفس رقمها المحظور. هتقدر تحدث النسخه عشان ما تخرجش من عندهم. تمام، بكرر كلامي تاني اهو، دي النسخه المدمجه بدون ربط بنفس رقمك المحظور. تمام، النسخه دي مفتوحه معاهم من سنه وشغاله بقالها سنه معاهم، فده التحديث بتاعها. لو لسه جديد وحطيت رقمك مش هتفتح معاك تمام خالص، ولكن ممكن تجربها بحوار الربط. تمام، ممكن تشتغل معاك وممكن لا برضه. تمام، طيب هنيجي نضغط على واتساب ار سي تحديث جديد بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه. هنختار ايقونة تطبيق زي ارشيف. عندك ايقونتين، لو ضغطت على الايقونة الاولانية اللي فيها انجليزي وعربي هيقول لك الارشيف تالف، فاحنا هنضغط على تاني واحدة اللي فيها انجليزي بس. هنضغط واتساب ار سي تحديث جديد بدون ربط بنفس رقمك المحظور، هنضغط عليه. هنا ار سي واتساب هنضغط عليه، هنقول له تثبيت. هنا بقى بيطلب مني كلمة المرور، كلمة المرور هتكون 55. كلمة المرور هتكون 55. هنقول حسنا، هيبدأ استخرج مع النسخة. هبدأ أقول أداة تثبيت الحزم، هقول له تحديث. هو طلبت مني تحديث لأن الناس بالفعل شغالة على النسخة المدمجة بدون ربط بنفس رقمها المحظور فطلبت تحديث. أما لو أنت ثبتها عندك أو جيت ضغطت كده وما قالكش تحديث قالك تثبيت، اعرف إن النسخة دي لو اتثبتت معاك مش هتشتغل برقمك المحظور خالص، ولكن ممكن تجربها بحوار الربط. تمام، هقول تم. هطلع كده أهوت، هتلاقي النسخة ار سي واتساب بالشكل ده، ار سي واتساب. تمام، اتمنى اكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. وبكرر كلامي للمرة الأخيرة قبل ما انهي الفيديو، النسخة دي للناس اللي فاتحة النسخة من سنة، النسخة المدمجة بدون ربط بنفس رقمها المحظور، فاتحاها بقالها سنة وما خرجتش معاها فتقدر تحدث بالنسخة دي. أما لو حضرتك جديد وخدت النسخة دي ثبتها عندك وحطيت فيها رقمك المحظور مش هيشتغل لان خلاص الطريقه دي واقفه، ولكن دي تحديث للناس اللي هي حاليا شغاله بالنسخه المدمجه بدون ربط الجهاز بنفس رقمهم المحظور. تمام، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.